تخيل معايا تكون مزلوط وما في جيبك حتى ريال، ويجي عندك واحد يقول لك غنجبد لك خزينه عامره بالذهب. غير دير النيه، حياتي غادي تتبدل وغادي تصوفا. قصه واقعيه ما يمكنش تخيل اش غيوقع. واغلبيه الكنوز كيكونوا مدفونين عن طريق الدم المغدور. كيكون كنز كبير تما، كيكون الانسان ميت تما مع داك الكنز تمايا، كيتسكن على 41 يوم كيتسكن تما داك الكنز، كيولي ساكنوا تما شي ملك ديال الجن اولا ملك ديال العفاريت، اولا كاينه واحد العفريته كتكون مجهده، هذوك كيكون عندها بزاف الاطوار كيوصلوا للرد، هذيك راه كتضرب الفقيه في 15 يوم كيشد الفرات كيموت، هذه كتكون مجهده كتكون صعيبه. ملي كيبغيو يجيو دوك الفقهاء باش يجبدوا داك الكنز كيشوفوا شي انسان كيكون زهري، كيكونوا عنده 8 العلامات ولا 9، كيكون الدم ديالو حلو، كيقول له بغينا شي ولد صغير، اما بغينا العين ديالو اليسريه اولا بغينا الدم يتجبد من اليد اليسريه ونعطيك الامانه. فلوس اي واحد فينا كيتمناهم، غير هي كل واحد وكيفاش غادي تجيه. كاين اللي غادي يضرب عليها حياته كامله تماره باش يجيبها، وكاين اللي غادي يحفر عليها غير النهار وغادي يلقاها. ولكن هادو غيبغيو يديروا الفلوس بواحد الطريقه كون متاكد غادي يهرب ليك. غتبدا القضيه بواحد البوهالي من الباهل، غيدخل واحد الدوار بالحمار ديالو حاشاك، جيه الدكاله ويقصد واحد الجامع صغيور، حيد البلغه ديالو وهو يدخل عند الفقيه وهو يقول ليه جاي طالب ضيف الله. دكاله راه معروف الناس الكرام، دخل عنده جلس معاه وهو يقول ليه داك البوهالي الله يرحم الوالدين الفقيه وريني فين نتوضا. وراه مشى توضا، صلى مع داك البوهالي وهو يقول للفقيه والسي الفقيه راه ما عنديش فين نبات. الفقيه هو يقول ليه الله ودي مرحبا، الضيافه النبي راه 3 ايام. داك البوهالي كان ناوي يبات غا نهار، ملي سمع ديك 3 ايام قال ليه الله يرحم الوالدين السي الفقيه. المهم دوز هو وياه داك النهار، الفقيه شاد القران وكيقرا وداك البوهالي غا شاد القنيته وجالس. النهار الثاني شي دراري كيقراو عند الفقيه القران، سلاو الحفاظ هذوك الدراري الصغار وخرجوا عند داك البوهالي، تبعهم بدا كيسول فيهم على السميه ديال القدام. الفقيه ديال الجامع خرج على غفله وهو يسمعو ويقول ليه وفلان انت علاش كتسول على السميه ديال المقدم، وانت لا بغيتي تسول عليه كاع اجي سولني انا، ما تسولش الدراري الصغار. هو يقول لي داك البوهالي وراه بغيت نسول عليه وصافي، ياك ما تقلقتي؟ وقال ليه لا ما تقلقتش، ولكن لا بغيتي دير شي حاجه تشاور غاتشاور صافي. المهم ضرب معاه ديك 3 ايام، نهار الثالث فاق في الصباح ويقول ليه والفقيه راه غادي نخليك وغنمشي بحالاتي. ويقول ليه والله يعرضك السلامه. فقيه بان ليه داك البوهالي ما مزكيش، مره يلقاه يحفر في القناه، مره يلقاه هز الحجر. المهم داز شي 6 شهور هكاك باش البوهالي مشى في حالاته. داك البوهالي غادي يعاود يرجع، غير هاد المره ما غاديش يرجع للجامع، غيمشي تحت واحد الشجره، غيبني الكيطون ديالو وغادي يجلس. ناس ديال الدوار كيدوزو من ديك البلاصه كيشوفوا شي واحد جالس تما، ولكن براني على الدوار، حتى واحد ما قدر يدوي معاه ولا يكلمه. قال له نعيطوا على المقدم هو اللي يجي يتفاهم معاه، وهو يقصدوا المقدم. قال لي السلام عليكم. داك البوهالي قال ليه وعليكم السلام. هو يقول للمقدم اش كاين اسيدي، واش كاين ما نقضيو، اش جابك لهاد القبيله؟ داك البوهالي هو يقول ليه والو اسيدي انا مدوزاني غير الطريق وراني جالس شويه، حتى الغدا ان شاء الله ونكمل طريقي. واحد شويه وهو يغوت المقدم، هو يقول ليه المقدم تعالى السيد راه غدايز، خليه هي هذيك غير خليه. وهذه هضره الشيخ، هي هذيك المقدم والشيخ تمو غاديين بحالاتهم. داك البوهالي هو يغوت على المقدم، والمقدم الله يجازيك بخير واحد الدقيقه جا عنده هو يقول ليه البوهالي الا قلت لك تامن عليا. المقدم قال ليه قول. هو يقول ليه انت مديول ليك، واللي داروا لك فقيه، ومن هاد الدوار ودفنينو تحت الشجره، وانا ما عندي لا ناقه ولا جمل، انا غير بوهالي، وملي كنحس بشي واحد باغي ليه الشر وباغيين يطيحوه كندوي. المقدم فاش سمع داك الشيء تصدم، لانه تشاه في الجهه اللي ضاره وهي الخدمه ديالو. وقال ليه فين هاد الشيء؟ ويقول ليه البوهالي الشجره اللي حدا الجامع. المقدم ما خاسر والو، قال تبع الكذاب حتى لباب الدار. المقدم مشى هو والشيخ لديك البلاصه، وحده الشجرانيت اللي حدا الجامع، كاع رونوا ديك الدنيا كاع حفروها. شويه هما يلقاو واحد الشرويطه، كيحل داك الشرويطه كيلقى فيها واحد الورقه نيت مكتوب فيها شي تخربيق، السميه والكنيه ديال المقدم. ديك النهار المقدم حوايجو بغا يلحو، يدور يغوت، بغاو يخضروني، بغاو يخرجوني من الخدمه تاعي عباد الله، اليوم نخرجها منه. داك الدوار كاين فيه فقيه واحد، هو داك الفقيه ديال الجامع اللي كان معاه البوهالي شحال هادي. مشى ليه ديريكت قال ليه انت سحاب وكتسحر على الناس، حنا تيقين فيك وعطينك ولادنا تقريهم. دوك الناس ديال الدوار غير دراوش وكيخافوا. مشى دار عليهم المقدم ديال الدوار، عمر ليهم ريوسهم، اتفقوا باجماع وناضوا جراو على داك الفقيه. الجامع سدوه. داك البوهالي راه نسى المقدم والشيخ، كان بغا يجلس نهار وبقى تما جالس. ولاو الناس ملي كيدوز حدا ديك الشجره كيسمعوا شي واحد كيقرا القران. بقى على ديك الحاله شي سيمانه وهو كيقرا القران، تما الناس كدوز كتسمعوا كيقرا عاوتاني. غادي يجمعوا الناس وغادي يمشيو عند المقدم، غادي يقولوا ليه باللي داك البوهالي كيسمعوه ديما كيقرا القران.
اش ما نديروش هو الفقيه ديال الجامع يبقى غير مسدود. المقدم غيركب على الموطور ديالو وغيقصد البوهالي عاوتاني، غيوصل عنده تاني. واش كاين السي البوهالي؟ درتي فيا خير ديك المره، واش بان لك اسيدي تولي انت هو الفقيه ديال الدوار وحسن لك نيت، ما تبقى دايع من قبيله لقبيله. بوهالي راه داكشي اللي باغي، داكشي اللي باغي يوصل ليه، وداكشي اصلا كان كيحفر ليه. البوهالي وصل داكشي اللي بغا، وهادشي اللي غادي يجي منه غادي يصدمكم غير تصنت. الفقيه بالحيله صيفطو، بداكشي اللي موراه غادي تعجبوا فيه. المهم دخل الجامع ولا كيصلي بالناس، ومره كيجمع معاهم وكيحدثهم على الدين شويه. لكن المقدم عز عليه ولا حتى هو كيجلس معاه، ومورا العشاء فاش كيمشيو الناس كيديه معاه للدار ويتهلا فيه. واشنو راه عشقو الغدره المعلم، راه كان غادي يديو ليه خدمته. السيد كان مسحور هو ما في خباروش. واحد النهار كان جالس البوهالي هو المقدم وواحد جوج الناس اخرين من الدوار، ودوك الثلاثه اختارهم بوهالي مزيان، هما اللي معروفين في الدوار عندهم الفلوس. وهو يقول لهم البوهالي عرفتوا علاش جمعتكم اليوم؟ وهما يقولوا ليه المقدم واللي معاه لا. ويقول لهم البوهالي شتي هاد الجامع فيه واحد الخزينه الذهب، وانتوما اللي تختاريتو واللي غيجبدها غادي يغنيه الله. صافي وسكت. كيسولوه دوك الثلاثه على ديك الخزينه، وداك الشيء كيقلب ليهم الهضره. واحد شويه هو يقول لهم ويلا نوضوا نصليو العشاء. صلاو داك العشاء كيجبدوا معاه الهضره، كيقلب ليهم الهضره. بقاو تتفركتوا المقدم ودوك الجوج غاديين في الطريق كيهضروا على هاد الخزينه. بقاو دارهم ريوسهم من داك الشيء اللي قال لهم، خربق لهم دماغهم. نتوما عارفين بنادم فاش كتجبد ليه الفلوس. الصباح هادوك ثلاثه ما عمرهم جاو صلاو الفجر. ديك النهار غادي يجيو على الصباح، تجمعوا معاه بثلاثه صلاو، وما يقولوا ليه والسي البوهالي هذيك الخزينه حنا بغينا نجبدوها. ويهز راسو فيهم بقى يشوف فيهم، ويقول لهم ديك الخزينه الا بغيتو تجبدوها راه خصها بالها وفلوسها. وينقز المقدم ويقول لهم نشريوهم السي البوهالي. شاف فيهم عاوتاني وقال لهم التبخيرات ديالها غاليه شويه، ولكن اللي غيجبدوها غادي تعوضهم كثر وكثر. قالوا ليه بشحال؟ قال لهم شي 10 المليون. المقدم واللي معاه رجعوا اللور وفلوس كثيره جاتهم غاليه. هما يقولوا ليه ولا السي البوهالي راه غاليه علينا. ويقول لهم بوهالي راه تانا داك الشيء علاش ما بغيتش ندوي معاكم فيها. المهم مشاو في حالاتهم داك النهار، غاديين دوك ثلاثه في الطريق كيدوروها في راسهم وكيحسبوا لا جبدناها غتولي عندنا فلوس كثيره، راه ذهب هذا غادي يغنينا الله. قلبوا الدور هذيك الساعه ورجعوا عند البوهالي، وما يقولوا ليه باللي ان شاء الله تكون عندك الامانه مورا العشاء. داكشي اللي كان. جابوا ليه الامانه وهو يقول لهم البوهالي الصباح ان شاء الله غنمشي لفاس نجيب داكشي ونجي. مشى جاب بخور وجاب الليل، جاب معاه البلا والفاس، بدا كيقرا شي حاجه واحد شويه كلشي نعس. نوضوا في الصباح ويقول لهم بوهالي لا 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 لا. ويقول ليه المقدم واللي معاه اش كاين البوهالي؟ ويقول لهم اللي حادين هاد الخزينه طالب بخور، وبخور صحيح ضروري خصنا نجيبوه. قال لهم الا ما جبناش هاد البخور هذا راه ما غاديش تجبد لينا الخوت. وما يقولوا ليه وشحال هاد البخور هذا؟ ويقول لهم 30 مليون. تصدموا جاهم داك الشيء كثير، 30 مليون معلم وغير بخور. وقال لهم هاد الشيء اللي عطا الله. بقاو غير كيشوف عندك القمار والطماع فاش كيبداو يخسروا الفلوس والله ما يحبسوا حتى كيبغيو يردوه. تجمعوا ثاني دوك ثلاثه مشاو باعوا شي بكر وشي تيران، كل واحد جمع 10 المليون وجمعوا فلوس وجابوهم ليه. داك البوهالي ما عمر ليهم اتاي. داك النهار عمروا ليهم، بالليل شربوه تحسوا الارض تدور بهم. شويه كتضربهم الفيقه مع 12 ديال الصباح. الشمس طلعات كينوضوا يقلبوا فين هو البوهالي، كيلقاو جمع حوايجو وضرب ليهم الفلوس وزاد بحالاتهم. مشاو ديكلاراو به ولدابا باقي كيقلبوا عليه، ما خلاش ليهم الاثار. البوهالي ما طلعش بوهالي، صدق نصاب دا ليهم 40 مليون وخلاهم ضحكه في القبيله. ولاو كيقولوا على داك الدوار البقر، جلاو على الفقيه وداروا في بلاصتو نصاب. والعبره من هذا الشيء الخوت هي ردوا البال مزيان في الزمان اللي كثروا فيه النصابه. والله ما حضيتي شغلك حتى دار بك. طماع الخوت راه كيقضي عليه الكذاب. كان معكم اخوكم الحكاي، ما تنساوش تتابعونا فيسبوك الحكاي، يوتيوب الحكاي، تيك توك الحكاي. تهلاو.